مرحبا. اليوم غدانا كباب شوي بالقلاية الهوائية. نص كيلو لحم مفروم، ملعقتين طحين، شوية زيت، بصلة متوسطة ثارمتها مع الملح. راح أضيفهم مع بعض وأعجنهم بدون ما أستخدم المي لأن البصل بيه مي. بس راح أبدي أعجن إلى أن أحصل على عجينة كباب مناسبة. وأني أستخدم البصل حتى يظل اللحم طري. حضرت شيش خشب وراح أبدي أشيش العجينة كلها بقطع شوية دبن، يعني شيش الكباب راح يكون كبير، وأغمس إيدي بالزيت وأشيشه للكباب كليته. نفس الوقت أنا مشغلة القلاية الهوائية مالتي على 200 درجة. هنا ورا ما كملت خليت ورق زبدة صفطتها بالقلاية وبديت أصف شاشة الكباب. أخلي أصف واحد يم الثاني لأن هو راح يتقلص حجمه لأن بيه كمية مهلية. خليت عليه شوية زيت. على الطباخ عندي طاوة قديمة، شوية طماطة وبصل. هنا رجعت للقلاية شفت استوى، بديت شوية أدهنه بالزيت. الزيت مهم لأن راح ينطي نكهة أو ريحة الشوي كلش راح تكون واضحة لما أني أبدي أمسح بين فترة وفترة شاش الكباب بالزيت. هنا كمل عندي الكباب مثل ما تشوفون، وغدانا جهز. الطماطة والبصل أيضا استووا، رتبناهم بهاي صينية الأكل مالتنا، وهذا غدانا جهز. سهمكم العافية. طريقة سهلة وبسيطة، يعني تحضير الغداء ما أخذ من عندي نص ساعة. خلال نص ساعة كمل الكباب، والباقي اللي تشوفوها أكيد يعني هاي موجودة يعني عندي بالثلاجة، حميتها وخليتها ويا الغداء. إن شاء الله عجبتكم الطريقة. تحياتي أم نور. لا تنسون تخلونا اللايك وتتابعون قناتنا قناة صينية أهل الحلة. تحياتي مرة ثانية، مع ألف سلام.